السلام عليكم ورحمة الله. السؤال السلفية، ما زلتوا تتبعوا في هذا محمد بن عبد الوهاب والكراريس تاوعه؟ على ما تروحوش تقراو السنة؟ ماشي قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ قال لكم كتاب الله والسنة، ولا قال لكم كتب ولا كراريس محمد بن عبد الوهاب اللي حاجة ما فيهاش صحيحة؟ ودينا أمثلة عليها. الآية في جهة، حديث ضعيف، حديث قام مش حديث، أثر موقوف ولا يصح، منكر، مخالف لكتاب الله. هذه أمثلة شفناها في الحلقات الماضية. قض بلي دوك الكراريس وحاسبينها دين. هو صح دين، بس بصح لا يقبل عند الله. إن الدين عند الله الإسلام. ومحمد بن عبد الوهاب أصلا عنده تعريف الإسلام ليس كما ورد في السنة. اليوم موضوعنا باش نثبت لكم باللي انتوما ماكمش أهل السنة، وأصلا اللقب سرقتوه. هذاك اللقب من قبل لا يخلق الله محمد بن عبد الوهاب هذا النجدي والشيوخ تاعكم. روحوا غير ابن تيمية قبلها بثلاث قرون، تعرفوا شكون أهل السنة وشكون اللي يخرج منهم وشكون اللي يدخل فيهم. انتوما ما كنتوش قاع كاينين، روحتوا سرقتوا اللقب كيما سرقتوا اللقب تاع الحرمين، حرم الله وحرم رسوله، رجعتوها السعودية، عطيتوها لآل سعود. هيا سرقتوا تاني لقب أهل السنة. المهم راحوا غير لابن تيمية، راح حجة عليكم انتم ابن تيمية، تعرفوا شكون أهل السنة والجماعة، مش انتم توليتوا تخرجوا في النووي وابن حجر من أهل السنة كما قال ابن العثيمين، وتدخلوا لي أنا ابن باز وابن العثيمين والألباني في بلاصة النووي وابن حجر. والألباني أصلا ما يقدمش خطوة في علم الجرح والتعديل، كن ما تكلش على الكتب والمؤلفات تاع ابن حجر. هو اللي عنده علم بالرجال وحافظ، مش كيما الألباني. المهم لا علينا بها من نغيروش الموضوع. موضوعنا اليوم النذر ليس عبادة، والسلفي وكتلو وما تقولوش النذر ماشي عبادة، معتقد اعتقادا جازما أن النذر عبادة. أولا النذر لغة أن توجب على نفسك ما لم يجب عليك، أو يوجبه عليك أحد لم يوجبه عليك الله، أنت أوجبته على نفسك، سما مش عبادة. الصلاة عبادة بالاتفاق، أوجبها عليك الله وفرضها عليك الله. النذر شو اللي فرضها عليك أنت؟ هذه أولا، رانا في المصطلح لغويا. ثانيا روحوا للسنة اللي ما تعرفوهاش انتو، تعرفوا غير كتاب التوحيد والفتاوي تاع بن باز وابن العثيمين وخلاص. الأحاديث الشريفة تجد لا تنديروا في الحديث النبوي الشريف، لا تنديروا. أشكو سمعت رسول الله كاش نهار قالنا لا تصلوا لا تصوموا باش تجي تقول لي انت عبادة. الحديث الأول لا تنديروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج من البخيل. هذا الحديث الأول. الثاني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كان ينهانا عن النذر ويقول أنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج منه من الشحيح. رسول الله ينهاهم على النذر. اسكو رسول الله ينهى على العبادات؟ يخموا شوية، ما كنش عارفين انت معنى العبادة. وسؤال هنا، العبادة ما تطلبه أنت أو ما طلبه الله منك؟ باش تعرف باللي هذا محمد بن عبد الوهاب جاب لكم أشياء وسماها عبادات وهي أصلا ليست بعبادات. والدليل ما بداها لا بصلاة لا بصيام، بداها لي بالنذر والذبح، وهذا قام مش عبادات أصلا. والخوف، دوك نرجعوا نشوفوا الخوف كارثة.
الخوف ولا عبادة؟ دوك نشوف. حديث آخر أن النذر لا يأتي بخير. تشد صلاة، صيام، زكاة لا تأتي بخير، كيف سميتها عبادة؟ عبادة لا تأتي بخير، هذه ما تصيبهاش عند اللي يعبدوا البقر، وما تصيبهاش عنده، والله ما تلقاها عنده. يقول لك راني نعبدك كاش ما نلقى خير. هنا النذر لا خير فيه. استغفر الله. عند جمهور العلماء النذر مكروه، وبعضهم ذهب إلى تحريمه. ربي يتعبدك بالمحرم، ربي يقول لي شرب الخمر ما كاش منها، انهينا على الخمر وحرم علينا الخمر. هكا النذر. زيد في تفسير قتادة، ورد عند الطبراني أخرجه بسند صحيح إلى قتادة في تفسير آية ويوفون بالنذر. قال لك الله سماهم أبرار لأنهم كانوا يوفون بالنذر. بصح النذر هنا شو هو؟ كانوا يوفون بالتزام الطاعات من صلاة وصيام وزكاة، كانوا لازمين رواحهم بما افترضه عليهم الله، ماشي أن توجب شيئا لم يوجبه عليك الله. زيد سؤال هنا ماذا تجاوبوني. رسول الله صلى الله عليه وآله هل ثبت عنه أنه نذر يوما؟ إذا نذر هاتوا الدليل. إذا لم ينذر فقد ترك عبادة. أنتم تقولوا عبادة، ترك عبادة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. عبادة ما دارهاش. وكيف ينذر رسول الله وهو ينهى عنه؟ هذو إشكالات يجاوبون عليهم السلفية اللي أمنوا بكراريس محمد بن عبد الوهاب النجدي هذا. والآية الكريمة اللي استدلتوا بها اللي جابها الشيخ تاعكم انتم ما استدلتوا، الحمد لله ما تعرفوا الاستدلال. الآية فيها يوفون بالنذر وليس ينذرون. يسمى كما أوفوا بالعقود أوفوا بالعهد. ربي ما أمرناش باش ننذروا، باش نتعاهدوا. لازم نوض الصباح في نهاري لازم نتعاهد مع واحد، هذه نسميها عبادة. لا، قلنا إلا عاهدتوا وفيوا، إلا تعاقدتوا وفوا بالعقد. هكا النذر، إلا نذرت وفي. والنذر كما قلنا كان فيما افترض عليك الله بالالتزام في الصلاة والصيام وما افترضه عليك الله. لذلك سماهم الله كما قال قتادة أبرارا. والسؤال مازال قائم، هل رسول الله ترك عبادة حتى لقي الله ولم يفعلها؟ ننتظر الجواب. وقلت من النذر عبادة، العبادة التوقيفية كالصلاة. الصلاة أمرنا ربي ب5 في اليوم والليلة، وشحال من ركعة، وش نقولوا فيها من الأذكار وكلش من تكبيرة الإحرام تل التسليم. النذر عبادة توقيفية. العبادة التوقيفية وقتها أمرنا بها، وين تنديروها وكيف، وش يجوز وما لا يجوز. هذه أسئلة أخرى نتمنى تجاوبوا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.